السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو جديد بروتين جديد بافكار جديدة، يا رب ان شاء الله يعجبكم وباذن الله يكون تحفيزي كده ومشجع ليكم. طبعا كلنا كل يوم بنبقى مش عارفين نعمل اكل ايه، بتعمل مشاكل كتير بين الازواج. الموضوع ده انا عارفاه وبيتكرر معايا كتير قوي. احنا بنبقى محتارين نعمل ايه وهم بيطلبوا مننا ان احنا نعمل اي حاجة، فالواحد بصراحة بيجي عليه اوقات مخه بيقف، ما بنعرفش نفكر ممكن نعمل ايه الغدا النهاردة او بكرة. فالفيديو بتاع النهاردة هديكوا شوية افكار كده بسيطة وخفيفة وسريعة تنفع لفصل الصيف وبرضو تمشي معانا في الشتاء عادي، بس بصراحة هي خفيفة اكتر لفصل الصيف، بحيث نبقى بعيد شوية عن المسبك والطواجن والحاجات دي. اول حاجة وبالنسبة لي هي رقم واحد صينية البطاطس السريعة جدا، البسيطة، مش بتاخد وقت في عمايلها وفي نفس الوقت مش متسبكة، مش هنحس ان هي تقيلة على معدتنا. يعني انا بحبها بصراحة وعندي الولاد بيحبوها جدا. بس بحب، انا بميل للطريقة دي قوي، ان انا مش بعمل فيها طماطم في الخلاط يعني، او مش بضرب لها طماطم. لا، انا بستخدم، ممكن استخدم حبتين من الطماطم، اقطعهم كده شرايح على البطاطس من فوق، بتدي طعم حلو قوي. وزي ما قلت لكم بتبقى سريعه ومنجزه جدا. لو انت محتاره تعملي اكل ايه ومستعجله، عايزه تعملي صينيه في 10 دقايق، بصراحه دي ارشحها لك وبقوه. انا جبت 4 حبايات من البطاطس. الفيديو ده عباره عن تجميع من الفيديوهات كده، متصوره حتى في اوقات مختلفه. اكيد ما عملتش الاكل ده كله في يوم واحد، بس انا حبيت اجمعها لكم لو في حد، لان انا الفيديوهات بتاعتي بتبقى عباره عن روتين يومي، بشارك فيها يومي عامل ازاي وبشارككم بيه يعني. فممكن ناس كتير ما تبقاش واخده بالها من الغدا بالاخص في الروتين، فقلت اعمل لكم الفيديو ده بقى، اجمع لكم فيه شويه اكلات كده سريعه وفي نفس الوقت تبقى افكار ليكم. زي ما قلت لكم انا جبت 4 حبات من البطاطس، قشرتهم وغسلتهم كويس جدا وقطعتهم شرايح وسط، متبقاش الشرايح رقيقه قوي عشان ما تتكسرش وتتهري معانا بسرعه، وفي نفس الوقت الشرايح ما تبقاش تخينه عشان تستوي معانا على طول، يعني تبقى سريعه. بعد ما قطعتهم كده في الصينيه بتاعتي اللي انا هعمل فيها الغدا يعني، جبت طبق خارجي كده او اي حاجه غويطه، قطعت فيها 3 بصلات حجمهم وسط او صغير شويه، وقطعتهم شرايح كده زي ما انتم شايفين، وعلى قد ما نقدر تبقى كل الشرايح بنفس الحجم، يعني برضو ما تبقاش كبيره ولا صغيره، ويبقوا كلهم قد بعض. وببتدي اقطع عليهم برضو 3 حبات من الفلفل الرومي، بيدي ريحة حلوة قوي، بيدي طعم حلو جدا جدا. ولو عندك قرن فلفل من اللي هو الحامي ده، تقدري تقطعيه عليه، برضو بيدي طعم حلو قوي. بس انا بصراحة بتجنب الفلفل الحامي عشان الولاد تعرف تاكل، بستكفي بس بالفلفل الرومي ده. ولو عندك فلفل الوان تقدري تضيفي، وبحط شوية ملح وشوية فلفل اسمر، وبحط كمان معلقة من مرقة الدجاج البودر. لو عندك مرقة دجاج مكعبات بحط مكعب واحد، لكن انا كان المتوفر وقتها البودر ده بيبقى موجود عند العطار متوفر. خدت معلقة واحدة صغيرة وحطيتها على البصل. جبت بقى الفراخ بتاعتي وقطعتها كده، عملت فيها شرط بالسكينة عشان تستوي كويس من القلب بتاعها، لانها مش هتطول على النار خالص، فكنت محتاجة ان انا اتأكد ان الفراخ استوت من جوه. بصوا بقى، ببتدي اعمل البصل كده بايدي عشان اتبل البصل كويس بالتوابل اللي انا حطيتها هو والفلفل، وببتدي بقى اوزعهم كده على الصينية زي ما انتم شايفين. بصوا، عايزين في المرحلة دي ان انتوا تحطوا طماطم مضروبة في الخلاط، مفيش مشكلة، بس انا بصراحة بحبها زي ما قلتلكوا تبقى خفيفة كده. عشان كده قلتلكوا في الاول ان دي تنفع قوي لفصل الصيف، مش متسبكة ومش تقيلة كده، ما تضايقناش في الاكل. لكن لو حبيتوا تعملوها بقى دسمة شوية او تقيلة شوية، ممكن ان انتوا تضيفوا شفشق من الطماطم الفريش، تضربوها يعني في الخلاط وتنزلوها على الصينية، وتبتدوا بقى تسووها عادي زي صينية البطاطس بتاعتنا المتعارف عليها. بعد ما بقطع بقى حبات الطماطم دي،
انا اللي كان متوفر عندي وقتها طماطم كانت محطوطة في الفريزر، يعني متفرزة، طماطم صحيحة، فعشان كده انا بقطعها بصعوبة شوية. حطيت بقى حوالي 3 او 4 معالق من الزيت، وما حطيتش اي مية عليها، لان هي الفراخ هتطلع المية بتاعتها في الصينية لما نغطي عليها. زي ما انتم شايفين كده هي خلاص دخلت في السوا. بصوا الشرايح اللي انا عملتها او التشريط اللي انا عملته في الفراخ بيبين لي امتى بيوصل للسوا اللي انا عايزاه. وبعد ما بتستوي خالص بقى بحطها تحت الشواية تاخد اللون الخطير اللي انتوا شايفينه ده. بصوا كده جوسي وحلوة قوي وسريعة جدا. لو جالكوا ضيوف على غفلة او انتوا مستعجلين قوي، بجد دي اسرع صينية بطاطس ممكن تجربوها، وفي نفس الوقت ألذ صينية بطاطس تقدروا تجربوها. تاني وصفة هعملها معاكم بقى، انا بقى دي العشق بالنسبة لي وحلوة قوي وسريعة ومختلفة عن الاكل. ولو انت عندك صدور فراخ مش هنقعد بقى نقول طب هنعمل اكل ايه النهاردة ونبقى محتارين، وفي نفس الوقت نبقى عاملين الصدور بطريقة مختلفة شوية عن البانيه او عن صينية البطاطس او عن حاجات كتير قوي. اول حاجة جبت طبق المشروم الفريش اللي انتوا شايفينه ده، جربتها قبل كده بالمشروم المعلب، لقيتها بالمشروم الفريش حاجة تانية خالص. طعمها بجد خطير، بجد طعمها مختلف خالص عن المشروم المعلب. بيفرق جدا. فهجربها معاكم النهارده، او عملتها معاكم النهارده بالمشروم الفريش. عايزاكم تجربوها وبجد تقولوا لي ايه رايكم فيها. جبت طبق المشروم الفريش ده وقطعته شرايح زي ما انتم شايفين، مش بيتغسل عشان هو عامل زي السفنج، كل ما تغسلوه هيمتص الميه اللي انتوا بتغسلوه بيها، فهو بيتمسح بس بمنديل او بفوطه نظيفه، وبيبتدي برضو يتقطع شرايح زي ما انتم شايفين كده. هي أكلة مغذية جدا وفي نفس الوقت خفيفة قوي، بس مش هكذب عليكم هي مش أكلة دايت، مش أكلة هيلثي قوي، عشان هنستخدم فيها كمية زبدة كتير. بس هي مغذية جدا، المشروم فيه فوائد كتير قوي، وطبعا الفراخ بروتين، وممكن نعمل جنبه طبق سلطة كده تبقى أكلة متكاملة. بس زي ما بقولكوا احنا بنستخدم فيها كمية زبدة حلوة كده، عشان وبنحط طبعا كريمة لباني او قشطة او الحاجات الدسمة الحلوة بتاعتنا دي. جبت بقى طاسة بتاعتي على النار، حطيتها وحطيت معلقة زبدة كبيرة. انا حطيت بصراحة عشان تبقى خفيفة شوية ما تحماش علينا بعد الاكل، حطيت سمنة بلدي، فانتي تقدري تحطي الزبدة المتوفرة عندك. وببتدي اشوح البانيه اللي عندي او الصدور الفراخ اللي عندي، ببتدي اشوحها كده على الجهتين لحد ما اتاكد انها استوت وخدت. تقدري تطلعيها عادي، انا ساعات بطلعها لونها ابيض وساعات بستنى عليها شويه تاخد لون محمر كده، بتدي برضو طعم حلو قوي للوصفه. بحط بقى التتبيله بتاعتي، بحط ملح وفلفل اسود بس على الصدور كده. والاكله بصراحه بتبقى خطيره لما بحط عليها زعتر مجفف. لو مفيش زعتر بحط روزميري، هو ده اللي بيدي بقى النكهه للاكله بتاعتنا. بالطعمين خطيرين بجد بجد، جربوهم هيعجبوكوا جدا جدا جدا. روزميري بيدي طعم حلو قوي، بيدي ريحة حلوة قوي، والزعتر كمان بصراحة هي بالزعتر طعمها خطير. بس انا في مرة جربتها بالروزميري ما كانش عندي زعتر، فطلعت طعمها بجد خطير جدا برضو. فالاتنين ممكن تعملوا ميكس ما بين الاتنين مفيش مشكلة، بس بصراحة الاتنين ده وده هيدي طعم حلو قوي للوصفة بتاعتنا. بعد ما بحط التوابل بتاعتي ببتدي بقعد بقى اقلب كده على الناحيتين لحد ما اتاكد خالص ان هما استووا. زي ما قلتلكوا اول ما تتاكدوا ان هما استووا، حابين ان لونهم يبقى فاتح كده تمام، مش حابين خليهم ياخدوا اللون البني الحلو بتاع التحمير ده. بعد ما بتاكد بقى ان هما استووا وخليهم ياخدوا اللون اللي انا عايزاه، ببتدي اطلعهم كده على طبق خارجي، وفي نفس الطاسه وببقيه الزبده. لو حسيتوا ان الزبده نشفت شويه تقدروا تزودوا تاني حته زبده كمان. في نفس الطاسه زي ما قلتلكوا ببتدي انزل بقى المشروم بتاعي
وبقعد اقلبه كده لحد ما يتشوح هو كمان وياخد اللون الذهبي اللي هو الحلو ده اللي بنلاقيه موجود في الاكل، او البني الفاتح ده. المهم بس ان انتوا تقعدوا تقلبوا، لان كمان الطاسه بيبقى فيها البهاريز بتاعه الفراخ، فنقعد نقلب كويس جدا عشان نتاكد ان المشروم خد كل الصوص اللي موجود في الطاسه. بصوا هو بينزل الميه بتاعته كمان، فمش بيحتاج اي سوائل بتتحط معاه. انا في الوقت ده بجهز بقى معايا لو عندك كريمه لباني تمام، هي اصلا يعني المفروض الوصفه بيتحط فيها كوبايه كريمه. انا ما كانش متوفر فلازم نتصرف. عملت ايه؟ كوبايه لبن حطيت عليها معلقتين من الدقيق، وحطيت معلقه كبيره من الوش بتاع اللبن او القشطه اللي موجود عندك، هو ده اللي بيدي الدسامه. ونزلت عليها بقى قلبتهم كويس لغايه ما دابوا، ورحت نازله على المشروم بالصوص بتاعي ده. وحطيت بس زودت هنا معلقه من مرقه الدجاج البودر. وبصوا وانا بقلب ابتدى الصوص يتقل زي ما انتم شايفين، وبعد ما بيتقل شويه بسيطه كده بنزل عليه بالصدور الفراخ اللي عندي، وببتدي اقلبها كويس كده واسيبها على النار دقيقتين لحد ما تتشبع من الصوص بتاعنا، وكده بقت جاهزه وبألف هنا وشفا. بتتعمل مع مكرونه، بتتعمل مع رز، المتوفر عندك تقدري تقدمي بيها. انا هنا عملت معاها رز ابيض وسبتها لحد ما تقل الصوص شويه. برضو قوام الصوص انتوا اللي تقدروا تتحكموا فيه. بصوا لما بيبرد بيتقل قوي، فانتوا تقدروا لو عايزين تخفوه شويه تزودوه شويه شوربه او شويه لبن صغيرين قوي وتحطوه على النار، ترفعوه على النار. هيديكوا القوام اللي انتوا عايزينه تخين زي ما انتوا شايفين كده، برضو دي حرية شخصية. طبعا الطبق لونه ابيض كده، فلازم نكسر اللون ده بشويه بقدونس حلوين كده على الوش. بيدوا، عايزه اقول لكم ده برضو مش بيبقى مجرد ديكور بس، ده هو بيدي طعم حلو قوي للاكله. يعني لو جربتوا، لو زودتوا كميه شويه بيدي شكل حلو للطبق، وفي نفس الوقت بيدي نكهه وبيدي قيمه غذائيه حلوه جدا للطبق بتاعنا. فالاكله دي برضو حلوه قوي وسريعه وما بتاخدش وقت، وخفيفه للصيف ومنجزه معاكي عشان وقفه المطبخ ما تقفيش كتير. الاكله اللي معانا بقى بعد كده هنعمل مع بعض الناجتس او كفتة الفراخ، او زي ما تقولوا عايزين تعملوها برجر، نقدر نعمل بيها وصفات كتيرة قوي. حطيت انا في الكبة عندي، حطيت كام قطعة من صدور الفراخ، وحطيت معاهم 2 من الدبابيس او الوراك بتاعة الفراخ. دي بتعمل عقد كده للكفتة بتاعتي، وبتدي طعم حلو جدا للكفتة بتاعتنا او للناجتس او للبرجر زي ما حابين تسموه. وبفرمهم كويس قوي، وبعد ما بيتفرموا ببتدي بقى احط الخلطة بتاعتي. انا جبت بصلاية، حبة بصلاية متوسطة، وبشرتها في المبشرة، بشر يبقى ناعم كده عشان ما يبقاش باين معانا في الكفتة. وصفيته من المية كويس، وحطيت بقى ملح وفلفل، ده ملح وبصل بودر وتوم بودر ومرق دجاج وفلفل اسود وبهارات فراخ. دي التوابل بتاعتي اللي انا استخدمتها. وهحط معاهم معلقتين كبار من البقسماط المطحون او معلقة كبيرة حسب الكمية بتاعتك، عشان برضو ده بيساعد ان الكفتة بتاعتي ما تفكش معايا وانا وهي بتستوي يعني. وبعد كده ببتدي بقى اقلب المكونات دي، وببتدي اعجنها كويس قوي مع بعض، بحيث ان هما يعملوا العرق اللي هو بتاع الكفتة، تبقى عجينة واحدة مش متفرفتة كده. وبسيبها ترتاح شوية العجينة دي حوالي نص ساعة، وببتدي اصبعها زي ما انتم شايفين كده، او اشكلها بالشكل اللي احنا عايزينه. وبسيبها برضو شوية كده لغاية ما ابتدي بقى اغلفها بالبيض والبقسماط واقليها. عايزه اقول لكم ان المرحله دي تقدروا، طبعا البيض والبقسماط مش محتاج اللي انا اعرفه لكم، بس انا بشارك معاكم الخطوات يعني بتاعه الاكله كلها. ان انا بغطيها بالبقسماط الاول، بتنزل في البيض وبعدين بالبقسماط او الفيجيتار، وبعدين بسيبها تاني تتشمع كده شويه، وبعدين بقليها عشان الطبقه الخارجيه دي ما تفصلش مني في الزيت.
بعد ما بخلص المرحلة دي ببتدي اقليها على طول. ولو انتوا عايزين تخزنوها بقى في المرحلة دي بالظبط، بصوا انا حطيتها كده وبعيد عن بعض عشان ما تلزقش في بعض. عايزين تخزنوها بقى في المرحلة دي ببتدي احط نص كيس بلاستيك كده على الطبق الابيض ده، وببتدي ارص فيه الكفتة بتاعتي او الناجتس، وبعدين بحط طبقة تاني من الكيس وبحط فوقيها الكفتة بتاعتي. طبعا بحطها قبل المرحلة دي، بحطها زي ما وريتها لكم في الصينية على مسافة متباعدة كده، بحطها في الفريزر عشان تجمد وما تبقاش لازقة في بعض. لما احطها في الطبق واجي استخدمها ما يبقاش لازقة في بعض، اضطر اطلع الطبق كله. وبس كده يا حلوين، وقالتها زي ما انتوا شايفين كده. والتقديم ده بقى طبعا على ذوقكم، عايزين تقدموها جنب مكرونة، جنب رز، سندوتشات، زي ما انتوا شايفين زي ما تحبوا. وبس كده يا حلوين، فيديو النهارده خلص. يا ربي الافكار تكون عجبتكم، هي افكار بسيطه كده بس حبيت ان انا اغششها لكم عشان انا ببقى محتاره زيكم بالظبط. ويا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو وعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تنزلوا بسرعه تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل الروتينات وكل الفيديوهات وكل الوصفات الجديده. وعايزه كومنتاتكم الحلوه المشجعه الايجابيه اللي ان شاء الله تخليني اكمل معاكم، وتقولوا لي على اقتراحاتكم للفيديوهات اللي انتوا حابين تشوفوها مني، او نوعية الفيديوهات اللي انتوا بتحبوا تتفرجوا عليها عشان اركز عليها في الفترة اللي جاية. ويا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه.